الأجواء سخنة قوي في الكورة المصرية اليومين دول، ومع نهاية الموسم الدنيا مولعة والضغط زايد جدا على الفرق الكبيرة. يعني بنتكلم طبعا عن الأهلي وبيراميدز. معانا النهاردة تحليل للمشهد ده من مصدر متابع كويس، وعايزين نفهم سوا إيه بالظبط التوتر ده والنقط الخلافية دي. فعلا الفترة دي حرجة جدا، يعني زي ما بنقول عنق الزجاجة للموسم. بنشوف لخبطة كده بين ضغط الماتشات المحلية اللي متأجلة وكمان تبعات الماتشات الإفريقية والمنافسة الشديدة على الدوري. خلينا كده نحاول نفصص أهم المحاور دي. نبدأ بموضوع التأجيلات اللي عامل دوشة كبيرة. الأهلي موقفه واضح جدا وصارم، رافض أي تأجيل جديد في الدوري، وبيلمح كده إن تأجيل نهائي الكاس كان ليه أسبابه اللي الكل عارفاها وكانت بتخص المنافسين. يعني إيه تفسير الموقف ده؟ بصي، موقف الأهلي يعني نقدر نفهمه في سياق رغبته إن الموسم يخلص في ميعاده اللي متحدد من الأول، وده طبعا مهم عشان ارتباطاته اللي جاية زي كأس العالم للأندية اللي بتحتاج تحضير غير. هو بيربط رفضه دلوقتي باللي حصل في تأجيل نهائي الكاس قبل كده، وشايف إن يعني كل فريق لازم يتحمل نتيجة قراراته وظروفه، ومش منطقي نفضل نأجل ونلخبط الجدول أكتر. تمام. على الناحية التانية بقى، بيراميدز بيطلب رسمياً يأجل ماتشه مع سيراميكا. الحجة بتاعتهم هي الإرهاق الشديد بعد رحلة جنوب أفريقيا الطويلة وماتش سان داونز الصعب في دوري الأبطال. هل الحجة دي يعني مقنعة ولا إيه؟ بصراحة من الناحية البدنية والمنطقية حجة بيراميدز قوية. الإرهاق البدني والذهني بعد سفر طويل وماتش قاري صعب زي ده حاجة مش سهلة أبداً. ده غير كمان إن الفريق نفسه تحت ضغط تاني خالص بسبب إنه مستني قرار المحكمة الرياضية في حكاية ال3 نقط، وده بيزود الضغط النفسي عليهم أكتر. بس يعني في الغالب رابطة الأندية ممكن تلاقي صعوبة تقبل التأجيل ده، عشان الوقت فعلا ضيق جدا وعايزين يخلصوا الموسم في ميعاده. طيب، لو سيبنا بقى قصة التأجيلات دي شوية، بنلاقي الأهلي بيحاول يلم نفسه بسرعة بعد ما خرج من نص نهائي دوري الأبطال. الأخبار بتقول إن في حالة تركيز عالية قوي، واللعيبة الكبيرة بيأكدوا على أهمية ماتش فاركو اللي جاي وبيعتبروه زي ما اتقال حياة أو موت. وحتى في كلام إن الكابتن الخطيب ممكن يجتمع بالفريق قريب، ده غير كلام قفش عن الروح الرياضية اللي ضايعة. هل ده رد فعل يعني عادي؟ طبعا ده يعتبر رد فعل طبيعي جدا لفريق زي الأهلي بتاريخه وجماهيره، خصوصا إنه دي أول مرة من سنين ما يوصلش النهائي الأفريقي. الخروج ده عمل ضغط كبير، فطبيعي التركيز كله يروح للدوري عشان خلينا نقول يعوضوا الجماهير وينقذوا الموسم المحلي. كلام قفش عن الروح الرياضية ممكن يكون بيعكس حالة الشحن والتنافس الزايد قوي اللي موجود في الوسط الرياضي كله، ومحتاج وقفة بصراحة. وفي نفس الحتة دي التوتر مش بس بين الأندية والجدول، ده واصل كمان للمدربين والإداريين. سمعنا انتقادات جامدة لمارسيل كولر مدرب الأهلي عشان طريقة اللعب قدام سان داونز، وكمان كلام عن إنه طالب مستحقاته كاملة رغم الخروج. ده غير الخناقة الكلامية اللي بين ميدو والرابطة واتهامات رايحة جاية بالمجاملة. إيه الحكاية دي؟ بصي، الانتقادات لكولر جاية من الناس شايفة إن الأهلي كان ممكن يعمل أحسن ويتأهل لو لعب بشكل مختلف، وإن خسارته البطولة دي ليها طبعاً تبعات مالية ونفسية مش قليلة. أما موضوع ميدو والرابطة فده جزء من حالة الاستقطاب اللي عايشينها في الإعلام وبين الجماهير. هو بيتهم الرابطة إنها بتجامل الأهلي في الجدول، وهم بيردوا عليه بانتقاد شغله الإداري قبل كده في الزمالك. المهم هنا يعني إننا بنعرض وجهات النظر زي ما هي وصلت لنا بدون ما ناخد صف حد. والكابتن أحمد شوبير كمان دخل على الخط بتعليقات مهمة، انتقد تصرف هاني سعيد مدير الكورة في بيراميدز مع مذيع، وكمان انتقد الأهلي إنه مش بيدي فرصة كافية للشباب زي حمزة عبد الكريم. هل النقط دي مهمة فعلاً؟ أكيد. شوبر بيحط إيده على نقطتين مهمين جدا. الأولى ليها علاقة بأخلاقيات التعامل بين المسؤولين في الأندية والإعلاميين، ودي قصة بتتكرر للأسف. والنقطة التانية دي بقى بتلمس وتر حساس قوي في الكرة المصرية كلها، اللي هي يعني نعتمد على الصفقات الجاهزة الغالية ولا ندي ثقة للشباب اللي طالع من الناشئين. المقارنة اللي عملها بلامين يامال في برشلونة بتوضح قوي الفرق وإزاي الأندية الكبيرة بره بتستثمر في ولادها. وسط كل الخناقات دي على الماتشات والنقط والفلوس والانتقادات، يمكن السؤال الأهم بقى اللي محتاجين نسيبه للناس تفكر فيه هو إيه التحديات الحقيقية، يعني الهيكلية، اللي بتقابل الأندية المصرية الكبيرة عشان تقدر توازن بين ضغط المنافسة المحلية الرهيب ده
والطموح القاري اللي مش بيخلص، وفي نفس الوقت تقدر تعمل نظام بجد لتطوير وتصعيد المواهب الشابة بتاعتها بدل ما نفضل نشتري ونشتري؟ ده سؤال مهم قوي لمستقبل الكرة في مصر كلها بصراحة.